إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. كيف ما كيعرف الجميع، فالديربي ديال الرجاء ضد الوداد غادي تلعب نهار الاربعاء الجايه مع الربعه ديال العشيه. المسرح ديال هذه المقابله هذه هو مركب البشير بالمحمديه. جوزيف زيمباور مدرب الرجاء، واللي كان قال ان هذا الماتش هذا غادي يكون صعيب، واخا الفريق كيعاني بزاف كيهضر على الوداد، حيت كيبقى فريق عنده تجربه قاريه وعنده تجارب كذلك وطنيه. هذا البلان هذا بدا زيمباور في التدريب نهار الجمعه، واخا انه لعب الماتش ضد اتحاد طنجه قبل الوداد ضد اولمبيك اسفي، الا انه رفض انه يعطي للاعبين يوم راحه. الرجاء كانت لعبات نهار الخميس الماتش ديالها ضد طنجه، والوداد لعبات نهار الجمعه، وهذا كيعطي حيز للرجاء انها تستعد اكثر للمقابله الجايه، مقابله الديربي التي تكتسي طعما لم نشاهده في السنوات الاخيره، ديربي بدون جمهور. واي مباراه هذه دائما كنقول ان الجمهور هو الذي يعطي قيمة لمباريات الدوري المغربي. والله حتى توحشنا الوينرز والتيفوات اللي تيطلعوا، توحشنا الاهازيج وترديدها. نتمناو ان هذا البلان هذا يتحل في اقرب وقت ونرجعوا للملاعب، حيت تصدق او لا تصدق فهذا البلان ديال غياب الجماهير كذلك من المؤثرات على الفراقي اللي كتعاني دابا.